10 ساعات من ولادتها اختفت الطفلة. النهاردة هنعرف حكاية أو تفاصيل الطفلة اللي اتخطفت أو اختفت من مستشفى الحسين. اللي حصل إن كان في بنت راحة تولد في مستشفى الحسين الأزهري، ومعاها برفقة والدتها وكده. المهم هي ولدت في حوالي الساعة 7:30. ولدت 7:30. طبعا هي ولدت ولادة قيصرية. بدأت من هنا بقى ان هي لازم تكون موجودة في المستشفى. البنت نازلة كويسة وما فيهاش اي حاجة، ولا دخلت حضانة ولا حاجة، الحمد لله ولله الحمد. تاني يوم الظهر دخلت الأوضة أو المكان اللي هم فيه سيدة منتقبة. دخلت كده في وسط مجموعة فأقنعت البنت. طبعا البنت تعبانة لأن هي الأم تعبانة، لأن الأم عندها بعض مشاكل في القلب، فمحتاجة إن هي تستريح. أقنعت، أو كما يقال الأم، إن هي أقنعت الجدة إن هي تنزل تجيب أي سوائل دافية زي ينسون نعناع للأم عشان تاخدها، وإن هي تقدر تقاوم التعب ده، معروف بعد الولادة على طول. المهم خدت منهم البنت، والأم طبعا بحجة إن هي عشان الأم تريح شوية وتنام شوية، خلي البنت معايا. خدت البنت منهم، وأثناء انشغالهم والأم نامت، نزلت الست المنتقبة وخدت البنت وخرجت. خرجت من المستشفى. طبعا المستشفى محدش سأل انت رايحة فين او جاية منين او دي بنتك او دي مش بنتك، فما بانش خالص الموضوع. يعني محدش سأل، او ممكن حد لو سألها هتقول دي بنتي، يعني ده وضع طبيعي، دي بنت واحدة وخارجة بطفلة يبقى بنتها، فسابوها مشت. جيت الجدة وجيت الأم فاقت، ما لقيتش البنت. طبعا كان في استغاثة من خالة البنت، طلعت وعملت فيديو وقالت يا جماعة بنت أختي اتخطفت ومش لاقيين البنت ومحدش بيتعاون معانا وي وي. ولكن لما الفيديو نزل الأجهزة الأمنية طبعا راحت تشوف ايه الموضوع، او تشوف ايه القصه اللي حصلت بالظبط، وتشوف الكاميرات. بيتفرجوا على الكاميرات وبيشوفوا الكاميرات، بصوا لقى سيده منتقبه نفس الاحداث اللي هم قالوها حصلت بجد، ان السيده المنتقبه خدت الطفله منهم وخرجت. ده بنستوحى كده لرمضان. نرجع تاني لرمضان ونفتكر نرجس، مسلسل نرجس الدراما اللي حصلت، اللي هي كانت تتخفى في ان هي تغطي وشها، او اللي حصل برضك مع عزيزة بنت ابليس، نفس اللي عملته عزيزة بنت ابليس. خدت السيدة المنتقبة ديت او اللي مغطية وشها البنت وخرجت. طبعا بدأ البحث يشوف ايه الحكاية وايه القصة، ويتابعوا الكاميرات ازاي الست دي خدت البنت وخرجت، ايه اللي حصل ووصلت فين وايه القصة، لغاية لما الحمد لله قدروا من يتوصلوا للسيدة دي من بدر. خدوها الحمد لله واتقبض عليها. وبدأ هنا الاستجواب. هي في الأول أنكرت وقالت لا دي بنتي، لا دي بنتي وكده. لما بدأوا يضغطوا عليها وقالوا لها وجابوا لها ان انت دخلتي الساعة كذا وكاميرات كذا ودي كذا، واكدوا لها ان هي اعترفت بالضغط، وقالت ان هي كانت حامل واجهضت، وان هي كانت خايفة من جوزها، فعملت كده، خطفت المولودة عشان جوزها ما يزعقلهاش او يعمل معاها مشكلة، بسبب ان هي اجهضت وان هي كانت عايزة يبقى ليها طفلة او طفل. طبعا كان في اليومين اللي فاتوا برضو قصة فارس، اللي الست برضو خطفته من الأم في المستشفى، بحجة برضو ان هي تاخده عما هي تغير وكده، وخطفت الولد، والولد قعد 11 سنة لغاية الحمد لله اما رجع لأهله. نفس القصة ونفس الحكاية، تكرر القصة وتكرر الحكاية. بدأ الناس الحمد لله يتكشفوا على حقيقتهم. ما عادش بقى خلاص اللي بيحصل ده. احنا لازم يكون عينينا على اولادنا اكتر، ما نامنش لحد، ما نديش لحد الثقه. مش اي حد يقول لك هاتي ابنك تديله ابنك، او هاتي بنتك عم اخش وتخرجي تديله. برضو الغلط جاء منكم ان انتوا امنتوا ان انتوا اديتوا الطفله لحد. ما كانش صح ان انتوا اديتوا طفلتكم لحد او تامنوا لحد غريب. ما فيش ثقة في حد غريب أيا كان. لازم يكون في وعي أكتر من كده، تحافظوا على أولادكم أكتر من كده. البنت الطفلة الرضيعة المستشفى سلمتها
لاهلها، لاهلها سليمه ما فيهاش اي حاجه، هي مستشفى حكومي مش هتبقى عينيها على الكل. انت عينك على بنتك برضك، يعني خدي بالك، يعني ما تسيبوش اولادكم لحد. اوعوا تفرطوا لاولادكم، باولادكم لاي كان تدوا لحد. ده توعيه يا جماعه، توعيه، ما تامنوش لحد اي كان. عينيكم على اولادكم. اوعي تدي بنتك تاني لحد، اوعي تدي ابنك لحد عما تروحي مشوار وتيجي. ولادكم في ايديكم رايحين جايين. عايزه والدتك تنزل تجيب حاجات ليكي، كانت استنت اختك، استنت اي حد، يعني عشان ما يحصلش اللي حصل ده. والحمد لله والله الحمد ان الاجهزه الامنيه قدرت تتوصل للسيده وترجع الرضيعه لامها. بجد كان فتره وجيزه جدا ان الطفله ترجع لوالدتها. الحمد لله على رجوعها وسلامتها. وكده خلاص حلقتي كده خلاص خلصت. وحابه اشوف تعليقاتكم، هل يصح ان الام تثق في اي حد او الجده تثق في اي حد ان كان ان هي تسيب له الطفله؟ طبعا انا مستنيه في تعليقاتكم تقولوا لي يصح ام لا يصح. في رعايه الله وحفظه. سلام.